السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا. لو انت لسه اول مرة بتشوفيني انزلي حطي اللايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد انا بعمله. هتشتركي بالكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو كده، هتبقي اشتركتي معايا. اهم حاجة يا بنات، بالله عليكم تشيريله الفيديوهات على الواتس، على الفيس، على اي صفحة عندكم، علشان خاطر القناة تكبر بيكم. علشان خاطر كمان احقق الشروط. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، الفول المدمس بكل تكاته. وبصوا حاجة كده فوق الخيال، حاجة طعمها روعة، والاهم من ده كله ان هي نظيفة. انا معايا نص كيلو فول. طبعا بتنقيه، يعني بتنقي واحدة واحدة كده زي ما انا بنقيه، لان في حاجات بتبقى فول بيبقى يعني مثلا زي ما انا ما وريتكم الفولة بتبقى عاملة ازاي. دي بقى المكونات بتاعتي: جزرة مبشورة، طماطم متقطعة، معلقة كركم، معلقة خل، نص ليمونة، 4 معالق فول مدشوش، و4 معالق عدس. العدس ده هتغسليه كويس قوي وتنقعيه. والفول المدمس هتنقعيه 12 ساعة، يعني مثلا هتنقعيه من بالليل وتصحي الصبح بقى تعمليه عادي. لو قعدت اكتر من مثلا من ال 12 ساعة عادي، ما تقلقيش. بس اهم حاجة ما يقعدش اكتر من ايه، يعني من يوم كامل كده، يعني ما يقعدش اكتر منه، لا عشان خاطر الفولة ما تعملش معانا الفول النابت اللي احنا عارفينه. هنا طبعا جبت الفول وغسلته طبعا من المية اللي كانت فيه، وهبتدي ان انا احط الحلة كده على النار. انا بولع البوتاجاز، وهبتدي ان انا ايه اللي انا هو عقبال بس ما احط الفول، بس الميه اللي في الحله دي انا كده كده هحط الميه. هنزل بس كده بالفول. انا قفلت طبعا النار علشان خاطر انا كنت هحط الميه تغلي وحطيتها على يعني على عين تانية، لان لازم يبقى في الميه اللي هتحطيها للفول ميه مغليه يا بنات. ميه تكون يعني تفتحي الكتل وتغلي الميه اهم حاجه تكون ميه سخنه، بس مش من الحنفية، تكون مية بتغلي كده. وهبتدي بقى ايه انزل بكل الكلام الحلو ده مع بعض. لو ما عندكيش دماسة ما تقلقيش خالص خالص خالص. عايزة اقولك ان الحلة حلوة قوي، وبتخلي كل حاجة تستوي كده براحتها، بيبقى في وسع اكتر من الدماسة. الدماسة اصلا لقيتها غالية قوي، سعرها كان 150 جنيه. فالصراحة قلت اجرب كده في الحلة، وطلعت النتيجة حلوة قوي قوي قوي. وطبعا انت هتقدري تعملي الكلام ده كله، يعني بصي مش هياخد منك وقت، مش هياخد منك وقت ولا مجهود. طبعا هتفرزيه الفول في الفريزر بدل ما انت كل يوم بتشتري على الفطار، او لو انت مثلا بتعملي مثلا الفطار يوم الجمعة بس وكده. بتلاقي بقى عندك الفول في التلاجة، مثلا يوم كده مش عايزة تعملي اكل شعبي. فول بالطماطم كده او فول بالطحينة، جنبيه بطاطس محمرة، جنبيه بتنجان مسقعة، الكلام الاكل الحلو ده قوي، الحرش المصري الجميل. طبعا هبتدي ان انا ايه اقلب المكونات دي كلها كده مع بعض، علشان كل حاجة تبقى ايه كله يعني متشبع ببعض. وهنزل بقى بالمية السخنة اللي انتوا شايفينها. انا طبعا عصرت الليمونة وحطيتها، نص الليمونة عصرتها وحطيتها بقشرها. طبعا احنا كل الكلام اللي عندي ده، كل المكونات اللي عندي دي مكونات طبعا نضيفة. كل حاجتك نضيفة في البيت. انتي مش عارفة اصلا الحاجة اللي بتتعمل بره ازاي، زي ما احنا ما متعودين بنعمل كل حاجة بايدينا. هبتدي بقى ان انا ايه نزلت المية السخنة اهي عليه، وزي ما انتوا شايفين هبقى انا شلت بقى الايه الايد بتاعه الغطا دي يا بنات، علشان خاطر وقفلته بلزقه كده، لزق اللي هو السوليتيب ده، علشان خاطر ما خليش اي منفس يطلع لي منه بخار خالص، لان هو اصلا هيستوي كده على بالبخار بتاعه بكله. لازم أن الحله تبقى مكتومه كويس قوي 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 قوي. لو انتي مش هتحطي ميه سخنه،
هي المية السخنة احسن حاجة عشان خاطر ينجز معاكي الوقت. هتحطي المية السخنة، وانتي مش هتحطي مية سخنة تقدري ان انتي تفتحي الغطا شوية لحد ما المية تغلي، وبعد كده توطي بقى ايه على شمعية وتروحي قافله الغطا. اهم حاجة تكتمي الغطا كويس، ما تخليهوش طالع منه اي كده سرسوب هوا بخار. جبت القالب ده ليه يا ام كرمة؟ علشان خاطر ما يعني اكتم الغطا، ما يطلعش مثلا لو الميه غلت، لو الميه بتاعه الفول غلت او حاجه، ما يطلعش، ما يترفعش مني لفوق كده ولا اي حاجه، ولا يطلع ميه ولا يطلع اي حاجه. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ هبتدي ان انا اوطي النار على شعلة بسيطة خالص، يعني اكنك شمعية، علشان خاطر الفول القشرة بتاعته تلاقيها دايبة دوب كده، والفولة دايبة مزبدة، مش اكنك بتاكلي فول، اكنك بتاكلي ايه، زبدية كده. هبتدي بقى ان انا ايه، انا بوريكم بس الطريقة بتاعتي. وعايزه اقول لكم والله العظيم يا بنات الطريقه حلوه قوي 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 وسهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، والفول اللي هيطلع منك ده مش هتصدقي ان انت اللي عاملاه، ولا احسن والله العظيم مطعم يعمل فول. وهتبتدي بعد ما الفول بقى هو بقى انت هتغلي من من وقت للتاني، ترفعي الغطا تشوفي عايز ميه ولا لسه فيه ميته. بس هيبتدي بقى ان انت هتلاقيه تقلبيه بس كده ايه، حاجة يعني تقلبيه من وقت للتاني. هو ممكن يقعد من 4 ساعات ل5 ساعات على النار، ما تقلقيش خالص خالص خالص. على الشعلة اللي انا بقولك عليها، ما بياخدش غاز خالص خالص، لان انت موطيه فاتحه شعله، ما تقلقيش. موفر جدا 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 جدا. انتوا شايفين الحله اللي معايا دي ب10 جنيه، كل المكونات دي عندنا في البيت. نقدر نعمل منها الجزر عندك في البيت، الطماطمايه عندك في البيت، العدس عندنا في البيت، كل حاجه عندك في البيت تقدري منها تعملي منها حلة الفول دي، وتجيبي اكياس وتفرزيها في الفريزر وقت ما تكوني حابة ان انتوا تفطروا مثلا كده يوم جمعة مثلا وجوزك قاعد، هتعملي مثلا ايه، تنزلي تجيبي بس عجينة طعمية. ان شاء الله انتظروا مني الفيديو اللي جاي، هنعمل عجينة الطعمية برضو وازاي بنفرزها في الفريزر بتكاتها بكل حاجة. عايزة اقولك طبق الفول اللي قدامك ده انا حبيت اعيشكم بقى في الاطباق اللي هي اللي ستانلس دي، اعيشكم بقى طبق اجواء العربيه وكده، لان انت لما بتبقي اي عربيه فول بتحطلك في الطبق الستانلس ده كده. حلو قوي يا بنات والله. طبعا حطيت عليه الملح بتاعه والكمون وعصرة الليمون، عايزة تحطي طحينة حطي، زيت حار، كل يعني اي حاجة انت بتحبي تاكلي بيها الفول. وده المخلل اللي احنا كنا مخللينه مع بعض. كان بصوا عامل والله العظيم كان حلو قوي، القشرية زبدة. انا عايزة اوريكم والله والله القشرية زبدة. بصوا انا مش مستحمل ان انا ادوس عليه، القشرية حلوة قوي. وجبت رغيف عيش كده وحمصته كده على النار، وكان احلى والله العظيم فطار. عايزاكم تجربوا الطريقة دي، وان شاء الله باذن الله انتظروا مني الفيديو الجاي. اهم حاجة تشيروا لي الفيديو وتفعلوا يعني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل حاجة انا بعملها. ما تنسونيش في الاشتراك في القناة. اشوفكم على خير.